ناس كتير بتدور على بديل لجوجل ادسنس، وفي رحلة البحث بتاعتهم دي بيهملوا واحدة من أهم الشركات، وهي أدستيرا. أدستيرا شركة قديمة ولحد دلوقتي لسه واحدة من أقوى الشركات، وواحدة من الشركات اللي عندها سي بي ام قوي، تقدر إنك تنافس بيها حتى جوجل ادسنس. لكن الناس دايما معتقدة إنها شركة بوب أندر، بس شركة إعلانات مزعجة، وده مش حقيقي لأنها عندها أشكال إعلانات كتير جدا. لو جينا نبص هنا هتلاقي عندها إعلانات بانرات بكل المقاسات اللي ممكن تستخدمها، عندها نيتف بانر اللي هو زي إعلان المحتوى المطابق بتاع جوجل أدسنس، او اعلان النيتف عامه اللي هو زي سبيكول، زي مجيد، زي تابولا، والشركات دي عندها كمان بوب اندر، وده طبعا اللي الناس بتنزعج منه. يعني هو بيديك اعلى عائد ممكن، لكن في المقابل هيطفش زياراتك مع الوقت. والاعلان اللي بيجمع ما بين الحاجتين، السي بي ام الكويس، وانه في نفس الوقت مش مزعج قوي زي البوب اندر، هو السوشيال بار. السوشيال بار ده اللي هو اعلان زي الاشعار كده اللي بيظهر لك، وعادي ممكن الزائر يقفله على طول ومش هيظهر له بوب اندر ولا حاجه، لكن نسبه النقر عليه او سي تي ار يعني بتبقى عاليه جدا. فعشان كده هو اعلان بيجيب عائد كويس وفي نفس الوقت مش مزعج. يعني لو قارنته باعلان الريورد بتاع جوجل ادسنس مثلا هتلاقي ان ده اقل ازعاجا بكتير جدا. تعال نشوف هنا مثلا العائد بتاعي او ارباحي كام اخر 5 ايام. اول يوم جبت 33000 مشاهده، السي بي ام 10 سنت، جبت ارباح 3 دولار ونص، وهكذا. يعني هنا 10 سنت، 9 سنت، 13، 5، 6. في المتوسط السي بي ام 9 سنت. وفي محتوى ترفيهي عربي فده سي بي ام كويس جدا حتى بالمقارنه مع جوجل ادسنس. طيب السؤال الاهم بقى، هل الشركه دي بتدفع ولا لا؟ طبعا بتدفع. هي واحده من اكبر الشركات اللي موجوده في العالم حاليا. انا رصيدي حاليا 94 دولار مدفوع ليا قبل كده 609 دولار، والرصيد الغير مدفوع اللي هو لسه هيدفع في يوم 16 اللي جاي 94 دولار. والشركه ما بتشتغلش زي جوجل ادسنس اللي هو نت 30، اللي هو ما بيدفعوش بعد نهايه الشهر 30 يوم او 21 يوم زي جوجل. لا، هما بيدفعوا لك مرتين في الشهر، مره يوم 16 ومره يوم 2 او 3 في الشهر. فهو دورة دفع سريعة جدا، اعلانات مش مزعجة. احنا ممكن نشوفها مع بعض دلوقتي. ده موقعي اللي انا حاطط عليه اعلانات ادستيرا، هو ده الاعلان، هو الاعلان اللي بيظهر ده. اعلان بسيط جدا وفي نفس الوقت لذيذ، يعني سي بي ان كويس. فعشان كده دلوقتي برشح لكم ادستيرا، شايف انها واحدة من الشركات اللي تستحق انها تتحط ضمن بدائل جوجل ادسنس، لكن ما تستخدمش البوب اندر عشان ما تزعلش الزوار وتزعل انت كمان. بس كده. لو الفيديو عجبكم، لو عايزين ترشيحات تانية لشركات تانية مش بوب اندر خالص، قولولي في التعليقات وهنزل لكم الفيديوهات الجاية. سلام.